هنرجع لمجاعة الشدة المستنصرية وهنصطاد بعض في الشوارع. في سيناريو تالت بقى دخل علينا جديد الفترة اللي فاتت. هل تعلم ان مصر دخلت في حيز مناطق الزلازل النشطة؟ ده لسه الشهر اللي فات احنا دخلنا في المنطقة دي، ومصر خلاص بقت ممكن تتعرض لزلازل من حين لآخر. فلو ضربات الصواريخ اللي نزلت على المفاعل النووي عملت ضرر بعمق في التربة، طبيعي جدا جدا ان يحصل توابع للموضوع ده، ان يحصل لنا زلازل في المنطقه. هي زلازل بسيطه هتطول مثلا لغايه سينا والاسماعيليه وكده. طب اهم حاجه دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه اللي هيحصل لنا لو احنا اتنفسنا هواء ملوث اشعاعيا، او كلنا او شربنا اي حاجه فيها جزيئات اشعاعيه. اول واكتر ناس هتبقى معرضه للتسمم والتلوث الاشعاعي هم الناس اللي موجودين على الحدود زي رفح، العريش، الشيخ زويد. فلو حد تعرض للتلوث النووي الاشعاعي ده هيحصل له اعراض هتظهر عليه على طول، زي مثلا الغثيان، النزيف، الشعور دايما بالارهاق والتعب، تساقط الشعر، وده خبر وحش جدا للبنات. ممكن واحنا قاعدين كده من غير لا احم ولا دستور هنلاقي ان جلدنا حصل فيه حروق من غير ما نتعرض لاي حاجه. دي اسمها حروق اشعاعيه. وعلى المدى الطويل من التعرض للتلوث الاشعاعي هيحصل لنا مضاعفات خطيره جدا زي السرطانات في الدم والغده الدرقيه وفي النخاع الشوكي وهكذا. طب ده التاثير على الافراد، امال التاثير على الجمهوريه المصريه كدوله ايه اللي هيحصل؟ بالنسبه للسياحه فالسياحه كده مفيش حد في الدنيا هيغامر بحياته عشان يروح يتفسح في منطقة ملوثة إشعاعيا، وفجأة هنلاقي نفسنا بنواجه كوارث إن كل المشاريع الاستثمارية والمعمارية اللي بتحصل في سينا كده كأن شيء لم يكن ماتت وهي واقفة. وبالنسبة للمجال الزراعي مصر مش هتعرف تنتج أي نوع من أنواع المحاصيل، مش هتعرف تنتج أي كمية عشان خلاص المية والتربة بقوا ملوثين. التربة مش هتقدر تطلع لك نبات، ولو في نبات طلع هيبقى نبات ملوث مسرطن، فبالتالي مش هيبقى في اي انتاج للمحاصيل. ومصر اصلا حتى لو عندها محاصيل من قبل الكارثه دي مصر مش هتعرف تصدره، لان محدش برضه هيغامر ويشتري محاصيل زراعيه لدولته ممكن يبقى فيها 1% فيها تلوث او سرطان او اي حاجه من الاشاعات. وبكل تاكيد وبديهيه الاقتصاد والبورصه هيقعوا، محدش يعرف يقومهم تاني نهائي. هيحصل هلع في الشارع المصري، هيحصل هجرات داخليه كبيره جدا من سكان سينا وسكان القناه جوه مصر. هنرجع ذكريات العدوان الثلاثي والنكسه. الماسكات والادويه وحبوب اليود هتبقى اغلى من الذهب، يعني عشان تعرف تجيب ماسك او اي نوع من انواع الادويه انت محتاج حرفيا ديلر، ده ان لقيت. وبعد كل الاضرار والمصايب دي كلها مصر مش هتقدر ترجع لعافيتها تاني او بدايه الانتاج ان الناس تقدر تعيش فيها تاني الا بعد فتره طويله، بعد ما مصر تتخلص من كل التلوث الاشاعي اللي وصل لها. ودي كانت كل السيناريوهات اللي ان شاء الله بنتمنى من كل قلبنا ان هي ما تحصلش، وان مفاعل دايمون النووي ده ما حدش يقرب منه يا جدعان، ما حدش يلمسه علشان ما يطولناش كلنا. فلو اصلا ايران ضربته وحصل كل الكلام ده فهيبقى رد فعل طبيعي جدا منها، يعني احنا مش هنبقى متفاجئين، لا ده بنسبه 90% المفروض اصلا يتضرب.